السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الجوانتي السريع جدا اللي نتيجته رائعة جدا. سهل جدا، مش هياخد وقت، نفس فكرة غرزة الايس كاب اللي عملناها. واستخدمت نفس الالوان عشان يعني يمشي كطقم مع الايس كاب. فكرته ان هو مستطيل تمام عادي جدا بنفس الغرزة، وبعدين هنخيطه بطريقة معينة من الجنب. هفهمكم هنعمل ايه وقت الخياطة، ونسيب مكان للصباع الكبير بحيث نقدر نحنا نلبسه. تقدروا تعملوه بلون سادة، تقدروا تعملوه بلونين زي ما انا عاملة كده. انا اخترت اللون الاغمق يكون هو اللي ناحية الجهة اللي تحت، وبيدفي جدا جدا وما بياخدش وقت نهائي. طبعا التزيين والورود دي يرجع لكم اذا انتوا حابين تضيفوها او لا. من غير كمان الورود دي شكله حلو وظريف جدا. طيب عشان ما اطولش عليكم نبدأ على طول نشوف هنعمل ايه. احنا هنحتاج اكيد الخيوط الاساسية، الالوان اللي انا هستخدمها للجزء الاساسي. هنحتاج خيوط كميات قليلة لو هنعمل الورد والورق الشجر. هحط لكم لينك لورق الشجر والورد في صندوق الوصف لو انتوا حابين ترجعوا له. الورود وورق الشجر سهلين جدا جدا، بياخدوش برضو وقت نهائي. اكيد هنحتاج معانا المقص وابرة ابرة الكروشيه 5.5 مليمتر، نفس اللي استخدمناها في الايس كاب، نفس المقاس اللي هو 5.5 مليمتر، وابرة التنظيف عشان الخياطة اللي احنا هنعملها في الاخر. طيب انا هشتغل المستطيل لوحدي بس هفهمكم فكرته لان هو نفس الايس كاب. برضو هحط لكم لينك للايس كاب عشان ترجعوا ليه عشان تعرفوا البداية. الفرق الوحيد ان انا بدل ما هشتغل الدور 46 غرزة هشتغل 36 غرزة فقط، يعني هيكون اقصر من الايس كاب لان هنا مفيش التانية اللي انا هتنيها تحت للايس كاب، وارتفاع اللي انا محتاجاه كمان مش زي الايس كاب، اقصر منه. فهحتاج اشتغل 35 غرزة بالاضافة لغرزتين عشان يكونوا لي العمود رقم 36. يبقى مجموع الغرز اللي انا هبدأ بيها سلسلتي هيكون 37 غرزة. عايزين تبدأوا بالبيج وبعدين تكملوا بالكحلي او العكس مش هتفرق. اهم حاجة النقطة المهمة ان احنا لما هنيجي نخيط لان هو لونين لازم نبقى حريصين ان الفردة التانية تكون شمال لان دي يمين، فعشان تكون شمال لازم نخيط بطريقة نخلي البيج هو اللي فوق والكحلي هو اللي تحت. تمام، فوقت الخياطة هنفهم احنا هنعمل ايه. دلوقتي انا هشتغل ال 36 غرزة في كل دور ببداية 37 سلسلة، لان طبعا اخر سلسلتين ال 36 37 دول بيكونوا لي السلسلة الاولى اللي هي 36، وبعدين برجع اشتغل في الغرزة الثالثة من الابرة وهي رقم 35 في السلسلة بتاعتي، واستمر لنهاية السلسلة فاكون ال 36 نص عمود، وارجع الدور التاني ارتفع سلسلة واحدة واشتغل في الحلقة الخلفية من الغرز بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الايس كاب، واستمر كده لمدة 20 دور، 10 ادوار بلون و10 ادوار باللون التاني. هخلص المستطيل بتاعي وارجع لكم عشان نخيطه مع بعض. طيب انا رجعت لكم اهو بعد ما عملت المستطيل بتاعنا زي ما اتفقت معاكم او يمكن شبه مربع على 20 دور، كل دور 36 غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. ودلوقتي زي ما اتفقنا هنعملنا الفردة اليمين، فدلوقتي المفروض نعمل الفردة الشمال، واتفقنا ان البيج هيكون فوق والكحلي تحت. فعلى هذا الاساس ان ده شمال والبيج فوق الخياطة هتكون انا عايزة اخيط الجنب كله ما عدا فتحة للصباع الكبير. فهعمل ايه؟ هتأكد الاول ان انا ده كده هيبقى الشمال، هحاول اكني بلبسه
في ايدي الشمال عشان احدد. طبعا المسافة هتكون زي بالظبط الفردة الاولى، يعني المسافات بتاعت الخياطة مش هفكر فيها كتير، لان انا بالظبط هعمل زي الفردة الاولى. لكن الفكرة ان انا هقرر فين الجزء، يعني طبعا بخيط مسافة كبيرة وبعدين بفوت جزء صغير وبعدين برجع اخيط تاني، فالجزء ده هيتفوت فين، هنا ولا هنا؟ هو ده اللي انا بحدد دلوقتي. فخلاص انا قررت ان ده هيكون الشمال والبيج فوق، يبقى انا هبدأ اخيط كده من تحت لحد المسافة اللي انا هقف عندها للصباع الكبير، وبعدين ارجع افوت الجزء ده اخليه مفتوح واخيط اكمل خياطة الجزء الاخير. فهخيط بالخيط الكحلي بنفس الفتلة اللي انا انتهيت بيها من الشغل، هدخلها في ابرة التنظيف بتاعتنا اللي بننظف بيها الخيوط، هي نفسها اللي بستخدمها في خياطة اي حاجة. بما انه كحلي فانا هكون حريصة ان انا لما ادخل في الجزء البيج ارجع تاني من نفس النقطة او قريب منها جدا للكحلي، عشان ما تكونش باينه وانا في البيج ما اعملش مسافه، يعني ما بقاش في البيج وابعد مسافه كده، عشان لا برجع من نفس النقطه في الكحلي، وعلى الكحلي بعمل بقى المسافه عشان ابدا طبعا ارتفع واخيط واقفل الشغل. انا هنا في الكحلي فهبعد كده واطلع في القطعه البيج عندنا، وزي ما اتفقنا هعمل ايه، هدخل قريب من مكان ما طلعت عشان ما يبانش الخيط، وارجع انزل في الكحلي وبعدين اعمل المسافة بتاعتي، وهكذا. لو بخيط بالبيج يبقى هعمل العكس، وانا في الكحلي ادخل واطلع من نفس المكان قريب منه، وفي البيج ابعد. تمام، انا كده في البيج اعمل ايه؟ شايفين اللي فاتوا مش باينين، الخياطة مش باينة لان انا كنت بدخل وبطلع بشد الخيط كويس من قريب جدا من نفس المكان. تمام، فانا هنا في البيج اهو هطلع هرجع تاني من قريب من النقطة اللي انا خرجت منها، وهنا ابدأ ان انا ابعد عشان ارتفع بالخياطة بتاعتي، وهكذا. انا هكمل وهسيب الفتحة عندي للصباع الكبير. طبعا انتوا بتقيسوا على نفسكم لما بتكونوا بتشتغلوا فين عايزين تسيبوا الفتحه دي وتكون طولها قد ايه عشان يكون مريح ليكوا في اللبس. فانا اللي هعمله ان انا هعمل نفس الشغل اللي عملته في الفرده الاولى، يعني هشوف فين المسافه دي تماما واعمل زيها عشان يكونوا الفردتين متطابقتين. هخيط كله وارجع لكم بعد ما اخلص. وكمان انا عملت هنا الورود وورق الشجر بنفس الطريقه اللي عملتها للجوانتي الفردة الأولى، وهسيب لكم برضو في صندوق الوصف اللينك للفيديو ازاي بنعمل الورد وورق الشجر. خليكم معايا. طيب انا هنا رجعت لكم بعد ما خلصت الخياطه. زي ما قلت لكم هخيط الجزء اللي تحت واسيب مكان الصباع الكبير، وبعدين ارجع اخيط اكمل الجزء اللي فوق، ولزقت كمان الورد ورق الشجر بمسدس الشمع. وده كده كان نهاية الفيديو، وشكله ظريف جدا وفعلا مميز وسريع زي ما قلت لكم، مش بياخد معاكم وقت، وهتحسوا النتيجة بتاعته ظريفة وهتدفي جدا جدا. الخيوط طبعا اللي بتستخدموها وشكله كمان شيك، هيعجبكم جدا ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوه، واراكم في فيديوهات جاية تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.